ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنكمل كلامنا عن ال HTML وهنتكلم على توبيك جديد وهو ال HTML مالتي ميديا. المالتي ميديا ده بيتكون من ايه؟ احنا دلوقتي لو عايزين نضيف عندنا في الويب سايت بتاعنا، عايزين نضيف فيديو او اوديو، ده ببساطه المالتي ميديا. هنبدا ان شاء الله بإيليمنت الفيديو. احنا دلوقتي عايزين نضيف عندنا في الويب سايت بتاعنا فيديو، فهنبتدي نكتب الإيليمنت بتاعنا اللي هو فيديو. طيب الفيديو ده بيتكون من ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نضيف فيديو عندنا، فالفيديو ده بياخد جواه إيليمنت جديد اسمه سورس. طيب انا ممكن اديله اكتر من سورس عشان يقدر يشتغل على اكتر من متصفح. فاحنا اول حاجه انا طبعا عندي ضايف عندي في الميديا هنا الفيديو اللي انا عايز اشتغل عليه. تمام، الفيديو ده بقى انا دلوقتي هديله السورس اليمنت اللي هو السورس عشان نقدر نحدد المسار بتاع الفيديو بتاعنا سورس. طيب السورس ده بياخد اتريبيوت اسمه سورس، برضو احنا كنا استخدمنا الاتريبيوت ده قبل كده. وهديله بقى ايه الباص بتاع الفيديو او اللوكيشن بتاعه، يبقى دوت وايه انا حاطه هنا في الميديا، وهو اول واحد اللي هو HTML مالتي ميديا. طيب انا حتى دلوقتي لو جيت سيفت شفت ظهر بشكل عجيب جدا، والدنيا شكلها غريب خالص. يعني الفيديو بص هو مش باين له اي ملامح. فانا اول حاجه بقى عندي هنا بعملها بحدد له الويتس والهايت. الويتس بتاعه هنديله مثلا 500 بكسل، وهنا الهايت برضو نفس الموضوع هنديله مثلا 400. حاجه سيف زي ما انت شايف شكله بقى مظبوط، واخد ويتس وهايت، فشكله اتغير وبقى كويس. بس دلوقتي انت مش شايف اي حاجه، يعني هي باينه ان هي صوره. طيب عشان احنا نحل المشكله دي لازما اضيف اتريبيوت جديد معانا وهو الكنترولز. الكنترولز ده او بالظبط كده كنترول. طيب الكنترولز ده بيعمل ايه؟ بيديني هنا ان انا اقدر اتحكم في الفيديو واشغله واطفيه. كنترولز العاديه بتاعتنا. طبعا انا لو دوست هنا كده المفروض ان هو ايه يشتغل معانا. هو الفيديو ده مش ما فيهوش صوت يعني، بس انا بتكلم دلوقتي كده ايه انه الفيديو خلاص اشتغل واقدر اتحكم فيه. طبعا زمان كان في متصفحات ما بتدعمش الام بي 4، فكنت بديله سورس كمان عشان يقدر ان هو يدعم كل المتصفحات. والسورس التاني ده كان الامتداد بتاعه او جي جي. فهنكتب بقى كل الكلام ده سورس ونفس الباس بتاعه ونفس كل حاجه. ممكن حتى ايه ناخده كوبي بيست ونكرره، بس بدل ما هو هنا ام بي 3 في حاجه اسمها او جي جي. ده ممكن انت تضيفه او ممكن ما تضيفوش براحتك، بس هي الفكره كلها ليه بيبقى عندي كذا سورس او اكتر من سورس؟ عشان الفيديو بتاعك ده يشتغل على اكتر من متصفح لو ما بيدعمش الام بي 4. في بقى هنا كمان اتريبيوت معانا اللي هو التايب، لازم احدد له التايب بتاعه. فالتايب بتاعه هنا فيديو، والامتداد بتاعه او الصيغه بتاعته MP4. ده بالظبط اللي احنا المفروض نكتبه كده. الفيديو بتاعنا اليمنت الفيديو بتاعنا كامل مفيش اي مشكله فيه او جي جي. طيب هنيجي هنا نسيف ونبص كده، المفروض كل حاجه تمام واشتغلت مفيش اي مشاكل. ضفنا هنا اكتر من سورس عشان يشتغل على اكتر من متصفح. للمتصفحات القديمه يعني ما كانتش في متصفحات ما كانتش بتدعم MP4، فضفنا له الاو جي جي. وفي ممكن اضيف له اكتر من سورس او اكتر من امتداد او اكتر من صيغه، يعني ممكن اضيف له اكتر من سورس. فده حاجات كانت قديمه يعني، بس دلوقتي كل المتصفحات بتدعم الام بي 4. طيب دلوقتي لو انا محتاج الفيديو بتاعي اول لما انا اعمل ريفريش للصفحه محتاج ان هو يشتغل على طول، بستخدم اتنين اتريبيوت لازما يبقوا مع بعض. اول اتريبيوت اللي هو الميوت او الميوتد، عشان اول لما انا اجي اشغل اسيف بس عشان اول لما انا اجي اشغل الويب سايت بتاعي او اعمل له ريفريش يبقى معمول عليه هنا علامه الميوت دي كده بالطريقه دي. وتاني حاجه بقى اللي انا اصلا عايزها اللي هو يشتغل لوحده لما انا اعمل ريفريش، بستخدم معاه حاجه اسمها اتريبيوت اسمه اوتو بلاي. الاوتو بلاي ده هو اللي بيسمح للويب سايت اول لما يعمل ريفريش يشتغل لوحده. بص شوف انا كل ما بعمل ريفريش بيشتغل عادي. في طبعا اتريبيوتس كتيره انا ممكن استخدمها، زي مثلا ان انا استخدم اتريبيوت تاني اسمه لوب. الاتريبيوت ده هيفضل يخلي الفيديو يفضل شغال على طول ما يقفش، كل ما يخلص يشتغل تاني وهكذا ويفضل شغال. طبعا في اكتر من اتريبيوت انت ممكن تستخدمه، بس دي كده ايه الحاجات المهمه اللي احنا محتاجينها في عنصر اللي هو الفيديو. احنا مش هنحتاج اكتر من كده، ان احنا نبقى نديله الويتس والهايت ونديله السورس بتاعه ونشغل الفيديو اول لما يفتح. وبرده ممكن ما نعملوش يعني ما نحطلوش الاوتو بلاي وميوتد والكلام ده كله، ممكن بس اهم حاجه اللي احنا لازم نحطها اللي هي الكنترولز، وبس كده الفيديو بتاعنا يبقى جاهز ان هو يشتغل على الويب سايت بتاعنا. هندخل على تاني عنصر معانا واللي هو الاوديو. طيب عنصر الاوديو ده زيه زي الفيديو بالظبط، ما بيختلفش في اي حاجه، نفس الاتريبيوتس، بياخد برده ويتس وهايت، بياخد كنترول وبياخد كل حاجه نفس الفيديو بالظبط، ما بيختلفش في اي حاجه. فاحنا اول حاجه هنديله سورس. السورس ده هديله برده اتريبيوت السورس SRC، وهنديله الباس بتاع الاوديو بتاعنا، هو برده موجود في نفس الفولدر ميديا واللي هو الام بي 3. هندي هنا للاوديو برده نفس الموضوع الكنترولز، عشان دي اهم حاجه، دي اهم اتريبيوت عندنا الكنترولز. وهي هنسيف زي ما انت شايف اول لما انا حطيت الكنترول ظهر عادي مفيش اي مشكله. هنيجي حتى هنا نجرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زي ما انت شايف اشتغل عادي ومفيش اي مشاكل. ممكن برضو نديله نفس الاتريبيوت اللي فوق بنفس الويتس بنفس كل حاجه. هناخدها كوبي بيست كده بسرعه، وهنيجي هنا كده نحطها ونسيف. هيفضل هنا كل ما يخلص يشتغل، وبرضو هنا ميوتد
ونفس كل حاجه، مفيش اي اختلاف والدنيا كلها اشتغلت. فاضل لنا هنا بس نديله التايب بتاعه. طيب هنا اوديو وسلاش MP3، ده كده هنا ايه النوع بتاعه والصيغه بتاعته او الامتداد بتاعه. فكده احنا اتعرفنا على الفيديو وتعرفنا على الاوديو وازاي احنا نحطهم في الويب سايت بتاعنا. طيب اخر حاجه احنا كنا شرحنا قبل كده عنصر الاي فريم. وطبعا كل الويب سايتس دلوقتي بتستخدم الاي فريم عشان بيخلي الويب سايت اسرع، لاني انا ما ببقاش حاطط فيديو او اوديو عندي في الويب سايت بتاعي. الناس كلها بقت ترفع الفيديو بتاعها على اليوتيوب وتاخد الاي فريم بتاعها وتحطه في الصفحه على طول، بحيث ان هو كل ما يشتغل يحمل على طول من اليوتيوب، ما يحملش من الصفحه بتاعتي وياخد مساحه كبيره على الستورج بتاعه الويب سايت بتاعتي، فما ياخدش مساحه كبيره، فبالتالي ما ياخدش وقت كبير وهو بيحمل. فالناس كلها بقت تستخدم الاي فريم. انا برضو هحط لك لينك الفيديو بتاع شرح الاي فريم تحت في الديسكريبشن، وبرضو هيظهر في الاي اللي فوق اللي بتبقى موجوده في الفيديو، برضو عشان لو انت ما شفتوش ترجع تبص عليه وتعرف ايه هو الاي فريم وبيشتغل ازاي، وعشان تضيفه عندك في الويب سايت بتاعك وتخلي الويب سايت اسرع في ان انت تستخدمه مع الفيديو. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وكده احنا خلصنا السلسله بتاعه ال HTML وتعرفنا على كل حاجه في ال HTML. طبعا ده الكورس ده مش لامم كل حاجه 100%، ومفيش اي كورس في الدنيا كلها بيلم كل حاجه. الكورس ده بيخليك تبدا في ال HTML وتبقى فاهم HTML كويس، وهتقدر تنفذ اي ويب سايت يجي قدامك. بس هي الفكره كلها ان لازم يبقى في حاجات ناقصه، الحاجات دي انت بتعرفها مع الوقت، الحاجات دي بتبقى ادفانسد اكتر، لكن ده حاجه بيجنر بتخليك تقدر تبدا في ال HTML تقدر تنفذ كل اللي انت محتاجه. فكده احنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده. هسيب لك لينك الكود في الديسكربشن تحت الفيديو، ولو انت كنت مستمتع بالحلقه ما تنساش اللايك والشير، لو انت على الفيسبوك ولو انت على اليوتيوب ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وسلام.